يا صباح الخير. النهاردة نعمل مع بعض تشكيلة محشي رهيبة زي الكتاب ما بيقول بالظبط. بصراحة كده بقالكوا قد ايه ما عملتوش المحشي؟ انا كمان برضو بقالي فترة ما عملتوش، بس قررت النهاردة هنعمله مع بعض بخلطة رهيبة لا تقاوم. بصوا الجمال. بصوا يا جماعة، كل الناس عملت المحشي وجربته قبل كده، بس مش كل اللي عمل محشي يقول انا عملت محشي. المحشي ده نفس مع شوية تركات بسيطة وهيطلع معاكوا يجنن في حتة تانية. بصوا الجمال. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنا هنبتدي بيها الخلطه. رفعت الحله بتاعتي على النار ونزلت فيها بربع كوبايه من الزيت، وعليها مكعب كبير من الزبده البلدي او الزبده النيوزيلندي الموجوده عندكم. ومعايا هنا 3 بصلات كده حجم كبير، ضربتهم ناعم في الكبة ونزلت بيهم. انا مش هحمر البصلة ولكن هدبلها بس. البصلة لما بتدبل بس بتبقى مسكرة المحشي ومخليه رهيب. ومعايا هنا 2 لتر من عصير الطماطم، كل شفشق كده وانا بعمله في الخلاط. ضربته في الخلاط بس فرم خشن مش ناعم. حطيت عليه 2 كده فلفل سبايسي. وهنا البصلة كانت دبلت ونزلت بعصير الطماطم، ومعلقتين صغيرين من السكر عشان يعدل حموضة الصلصة، ومعلقة كبيرة من البابريكا. بصوا بقى الكارثة دي، الغطا طلع مش غطا الحلة بس مفيش مشاكل، الحمد لله انه مطرش عليا ولسعني. وهنسيبها بقى تتسبك على جنب. انا ما ضفتلهاش اي حاجة غير الملح والبابريكا والسكر. وهنسيبها بقى تتسبك ومش هنحط لها اي بهارات ولا اي حاجة دلوقتي غير لما تتسبك خالص ومبقاش فيها ولا نقطة مية. ومعايا هنا بقى الخضار بتاعي، الكوسة والفلفل والبتنجان، وده بقى عشقي في المحاشي، في جميع انواع المحاشي، يعني اكتر حاجة بحبها فلفل وكوسة وبتنجان. بصوا هنا بقى طبعا الخضار بتاعي كله فريش، ويفضل انكم تحاولوا تجيبوه كله مقاس واحد عشان في التقديم كده بيبقى شكله لذيذ شويه. بصوا انا قورت البتنجان بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. بندخل المقور في اتجاه واحد، وهنا بقى ما بيحصل يعني ما بيتقطعش مني، يعني انا عمري ما قورت بتنجان واتقطع مني ابدا. والكوسه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بقى، وخدوا بالكم من الكوسه بالذات عشان الكوسه بتتكسر. البتنجان يعني براحتكم فيه شويه، بس الكوسه خدوا بالكم منها قوي عشان الكوسه بتتكسر. بصوا انا بنزل برضو بالمقوار في اتجاه واحد اهو. بنعملها برضو كده من بره بالقشره بتاعه الكوسيه بالمقوار بالشكل التدريجي ده. والفلفل طبعا تقويره سهل كده، وبنشد القمع بتاعه بيطلع معانا بمنتهى السهوله. وهنغسلهم بقى وهيبقوا جاهزين معانا للحشو. هنا ما شاء الله الصلصه بتاعتي اتسبكت. بصوا الجمال، بصوا اللون. خدوا بالكم الفلفل السبايسي اللي بضيفه في عصير الطماطم ما بيخليش المحشي حراق ولا حاجه، ولكن بيديله طعم رهيب. وهنا بقى حطيت معلقه فلفل اسود كبيره، نص معلقه كمون، ونص معلقه السبع بهارات. بصوا ما شاء الله لون الخلطه. بس انا ما بزودش بهارات زياده عن كده. ونزلت كمان بحزمه كزبره وحزمه شبت مقطعاهم صغنن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد ما طفيت على الصلصه تماما. وبنغسل بقى كميه الرز بتاعتنا وبنضيفها. طبعا متعوده ان بنقص شويه من التسبيكه في طبق على جنب عشان لو احتجت تاني الرز. بصوا يا جماعة الخلطة دي من زمان قوي وانا بعملها، هي اصلا طريقة امي، بس بتخلي المحشي في حتة تانية، طعمه يختلف عن اي محشي جربتوه بامانة يعني. جربوه على ضمانتي. وهنا بقى غسلت الخضار بتاعي، بتنجان والكوسة والفلفل، وهنبدأ نحشيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بأمانة المحشي المرة دي كان رهيب. كمان عشان الناس اللي بتقول لا المحشي المتسبك، المحشي اللي بيتعمل بخلطة متسبكة، في ناس بتحب تعمله ني في ني. الناس اللي بتقول بيتعمل بالخلطة المتسبكة بيعمل حموضة وبيعمل مشاكل في المعدة، لا احنا بنضيف معلقة سكر بتضيع اي حموضة في الصلصة وبيبقى المحشي رهيب. كلوا منه براحتكم بقى. بصوا احنا هنا ايه، بحط شوية رز في الاول وبخبط الكوساية كده على كف ايدي عشان الرز ينزل لتحت، وبعدين بنكمل حشو. انما في البتنجان كده بقى بننزله بايدينا يعني عادي من بره من الخارج. البتنجان حشو سهل. الكوسة بنتعامل معاها باحساس شوية بصوا
بس وبنخلي بقى طبعا يعني زي عقلة صباع كده فاضية من فوق، عشان الرز لسه بيزيد. بنخلي بقى ده يعني حتة كده فاضية في الكوسة وفي البتنجان وفي الفلفل، عشان لسه الرز ده هيستوي هيزيد معانا، فما يطلعش بقى كده بره المحشي ويبهدل الدنيا. بصوا دايما تتعودوا دي يعني، وانتوا بتحشوا تخلوا حتة كده قد عقلة الصباع فاضية من الكوساية او البتنجانية، عشان لسه الرز بيزيد وما يطلعش بقى ويبهدل لكم الدنيا رز. بصوا، وهنحشي كل الكمية بنفس الطريقة. بننزل بقى اي رز من الخارج كده عليهم من بره. وهنا ما شاء الله بقى كنت حشيت كل كمية الفلفل. بصوا، وكمان خدوا بالكم في الحلة بنوقف البتنجان او الفلفل او الكوسة. كلهم وقفناهم بنفس الطريقة، علشان لما الحاجة المحشي بيبقى نايم في الحلة بيوقع الرز اللي جواه. بنحط بقى من شوربة فراخ، شوربة لحمة، ولو مش موجودة عندكم ولا ده ولا ده 3 4 مكعبات مرق الدجاج، وبنغليهم في لتر مية وبنزود. بنحط قد ايه بقى؟ يعني الشوربة اللي بنحطها توصل لنص الفلفلاية او نص البتنجانية او نص الكوساية، ده بيطلع مستوي سوا بيرفكت. بيبقى مش معجن ومش مش عقده زيادة. بصوا، وهنا برضو البتنجان انا موقفاه كده والشوربة نصه. هنا بقى الكوسة كانت عندي كمية قليلة، يعني انا مش عندي كل البيت بياكل كوسة، بس ناس معينة، فمعرفتش اوقفهم في الحلة بصراحة. بنحط برضو حاجات بسيطة عشان الكوسة اصلا بتنزل مية، وعلى نار عالية جدا لحد ما المحشي يبدأ يبقبق كده ويشرب الشوربة اللي فيه. وبعدها ب3 دقايق او 4 دقايق بنهدي النار عليه ونسيبه على نار هادية جدا لحد ما يستوي. يستوي على البخار. بصوا بقى الجمال، مش قادرة اوصف لكم الريحة والطعم، حاجة كده يا جماعة بجد رهيبة. بجد لازم تجربوه. بصوا الجمال. بصوا كمان قد ايه هو مش عليه رز من بره بقى ولا متبهدل، عشان زي ما قلت لكم بنخليه حته فاضيه وبعدين بنوقفه، فما بينزلش اي رز خالص. والخلطه ما شاء الله لونها احمر وحاجه كده في الجون. بس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. متنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاع الفيسبوك. اشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.